مرحبا بحبوباتي، كيف راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه جيده. انا الحمد لله. اليوم جبت لكم فيديو جديده وان شاء الله تنال اعجابكم. لي حنحضروا مع بعض حلوه السنيوه تجي معسله. واش نسحقوا حنا في المقادير تاع العجينه؟ نسحقوا الفارينه، نسحقوا كاس تاع الكاوكاو كما كتشوفوا مرحي خشين. عندي 2 حبات تاع البيض، مبشور تاع القارص، مغرفه صغيره تاع لافاني، نص باكي تاع الخميره، عندي 4 كاس تاع السكر ونص كاس تاع الزيت. قبل ما نبداو في طريقه التحضير نقول لكم اذا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش ديروا لي ابوني والضغط على الجرس باش يلاقوكم كامل الفيديو جديد اللي نحطهم. دوكا يلا نروحوا لطريقه التحضير. كما كتشوفوا جبت الريسيبيون اللي نخلط فيه المكونات. نبداو بالبيض، من بعد نزيدو السكر، نخلط مليح بالفوي، نزيد نص كاس تاع الزيت، مبشور تاع القارص ولافاني والكاس تاع الكاوكاو، ونعاود نخلط ثاني بالفوي هكذا مليح. والفارينه نجي نديرو كاس ونشوفو لاباط تاعكم تجي شويه طريه ما تجيش يابسه. كما قلت لكم ديروا كاس تاع الفارينه ونزيدو نديرو هذيك نص باكي تاع الخميره. اللي يحبها تجي طالعه مليح يدير باكي تاع الخميره. شوفوا لاباط كيفاش تجي ثقيله شويه، ها ما تهبطش. انا صيبو خلاص درت كاس تاع الفارينه. دوك نجيب الاخر السنيوه تاعي ندخلها للفرن. انا جبت هذا المول اللي ندخلو للفرن ودهنتو بشويه تاع المارغرين. هو ما حاش يلصق بصح دهنتو اون جامي. ونفرغ كما كتشوفوا هذيك الخليط هكذا. كنت شعلت الفرن 180 درجه راح نديرو يطيب من بعد نعاود نولو. كما كتشوفوا هاي ليك بعد ما طابت. دوك نجي نعسلها. انا كنت ثقبتها شويه هكذايا بالموس باش هذيك العسيله تتشرب. وهي سخونه تعسلوها، ما تخلوهاش حتى تبرد، واذا بردت لازم العسيله تكون سخونه والحلوه بارده هكذا. انا نخلي الحلوه تاعي تشرب مليح ومن بعد تشوفوها في طبق التقديم.